الحي السابع. احنا دلوقتي في منطقة الفيزون بالفعل، دي المنطقة بتاعت الخدمات، وداخلين على الحي السابع. طبعا الحي السابع الشمال بتاعه الحي الخامس، وكنا صورنا فيديوهات عن الحي الخامس، تقدروا ترجعوا وتشوفوها وتعرفوا تفاصيلها، وهتفيدكم جدا ماذا تم حتى هذه اللحظة في الحي الخامس. الحي السابع الحد الغربي بتاعها هو الفيزون، لو بصينا عليه هنلاقي الحد الغربي هو الفيزون، والحد الشمالي هو الخاص بالحي الخامس. طيب خلينا نشوف هندخل منين. طبعا زي ما انتم عارفين دايما عربيات النقل هي المسيطرة الفترة ديت في أي مناطق موجود فيها تحت الإنشاء. الجزء اللي أنا واقف فيه دوت هو الحد الشمالي الغربي. الحد الشمالي الغربي، خلينا نخش ناخد الحد الشمالي بحيث ان احنا نبقى عارفين ونرجع تاني نلف اللفة بتاعتنا كاملة. ده الحد الشمالي بتاع الحي السابع، زي ما انتم شايفين انشاءات والمباني فيها شغل وفيها حركة وفيها انشاءات كويسة وموجودة على أرض الواقع. دايما بنبه يا جماعة، لو هنشتري حاجة ونتعامل في أي أراضي موجودة لازم نبقى عارفين احنا بنشتري ازاي وبنشتري من مين، خصوصا في الحاجات اللي هي تحت الإنشاء. مهم جدا نبقى عارفين الشركة، اسمها، سمعتها، قوتها، مكانها، سابقة أعمالها. كل الحاجات دي مهمة جدا جدا، لازم يا جماعة نبقى واخدين بالنا منها بشكل مهم جدا. احنا ماشيين كل ده في الحد الشمالي، هنحاول نخش في الحي السابع من جوه. احنا اوريدي دخلنا حرف الاف وبعد كده حرف الاي. تعالوا ندخل ونشوف. ده حرف الاي، حرف الاف اللي في الاول، وبعد كده ده حرف الاي. ده يا جماعه الفاصل ما بين حرف الاف وحرف الاي، الفاصل ما بين حرف الاف وحرف الاي. تعالوا نعرف بقى احنا هنمشي جوه ونشوف هنروح ايه الاماكن اللي هنمشيها. الحي السابع من الاحياء اللي الاسفلت بتاعها اتعمل ومكانها متميز جدا. هو الحروف اللي في الحد الشمالي حرف الاف وحرف الاي وحرف الاي. مباني اهي زي ما انتم شايفين على الطبيعه. اللي على ايدنا الشمال ده حرف الاي زي ما قلت لكم، وعلى ايدنا اليمين حرف الاف. ده الشارع الفاصل. يجي هنا ميدان فاصل ما بين الحروف وبعضها. الميدان دوت بيورينا الفرق ما بين 4 حروف تانيين، حرف الدي اللي على ايدينا الشمال، وحرف الجي اللي على ايدينا اليمين. ده حرف الدي وده حرف الجي. ده فاصل تاني برضو مهم تبقى انتوا شايفينه وعارفينه. انا ليه بخش المناطق دي من جوه؟ علشان خاطر تشوفوا الانشاءات وصلت لحد فين، عشان الدنيا تبقى واضحه لكم وتبقى مفهومه. ادي اهوت شغل خرسانات شغاله. الحي السابع فيه حتت مرتفعه طوب بينزل، وفي حتت منخفضه. وانت بتشتري او انت موجود لازم تبقى عارف انت بتشتري في انه حته. يعني مهم برضو النقطة اللي على الطبيعة ديت هتفيدك جدا لما تبقى شايف اللي على الطبيعة. لو انتوا بصيتوا كده هتلاقوا في مأذنة، ده مسجد الفتاح العليم بتاع مدخل العاصمة الإدارية الجديدة، هو اللي في الوش دوت، شايفينه بوضوح في الحي السابع. طبعا احنا ماشيين في الشارع دوت، واحنا ماشيين في اخره بعد حرف الدي هيقابلنا حرف السي وحرف الاي. حرف السي وحرف الاي على ايدينا الشمال حرف السي، وعلى ايدينا اليمين حرف الاي. معرفش الطريق هنا هيكمل ولا هيقف. ادينا ماشيين وهنشوف هيودينا لحد فين. بس احنا ماشيين نخش ونشوف الانشاءات والمباني علشان خاطر نعرف. اعتقد الطريق هنا واقف، هضطر الف. واضح ان هم هنا شايلين حفر ومقفلين الدنيا. هنلف وهنكمل وهنشوف بقية المناطق اللي موجودة في الحي السابع. لكن
الحي السابع ترخيصه بدروم وارضي وثلاث ادوار وغرف سطح، غالبيته العظمى شقتين في الدور، لان هو معظم مساحاته 600 650 في الحدود ديت. وبالتالي احنا عارفين ان الثلاث شقق في الدور مش بتبقى موجوده الا فوق ال 730 متر. ممكن نمشي في الشارع دوت داخلي برضو نشوف الانشاءات والمباني قدر المستطاع. الحي السابع من الاحياء، احنا ماشيين كده في اتجاهنا للحد الغربي اللي هو الفيزو. هنبدا نصور لكم عشان ما نطولش في الفيديو دوت الفيديو التاني للحي السابع، سواء هنصور الحد الجنوبي او هنصور الحد الشرقي او هنصور الحد الغربي وهكذا. لكن كان مهم جدا ان احنا نوريكم الانشاءات اللي موجوده على ارض الواقع والهياكل اللي بتتعمل، وان كل يوم بنيجي نصور فيه بيبقى الموضوع مختلف على اليوم اللي قبله. هنبدا ان شاء الله معاكم تصوير الفيديو التاني. تحياتي.